السيد رئيس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، السيد الكاتب العام للفيفا، السيد الكاتب العام للكاف، زملائي السادة الوزراء، حضرات المسؤولين في مختلف المسؤوليات، أصدقائي رؤساء الاتحادات الوطنية لكرة القدم، السيدات والسادة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حضرات السيدات والسادة، أود بداية أن أرحب بكم على أرض المغرب، وإن كنتم في غير حاجة للترحيب فقد حللتم بين أهلكم وإخوتكم، كما كان الشأن دائما في الماضي وكما سيبقى على الدوام. كما أود أن أعبر لكم جميعا عن شكري وامتناني لتمكين بلدي من تنظيم دورة 2025 لكأس أفريقيا للأمم، والذي نعتبره تشريفا نعتز به وتكليفا نقبله بكل جدية ومسؤولية والتزام. فلن أذيع سرا إذا أخبرتكم أن تنظيم هذا الملتقى القار الهام يحظى بتتبع شخصي من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. إن هذا الاهتمام لا يعكس فقط الرعاية التي يخص بها جلالته الأنشطة الرياضية بشكل عام، بل فوق وقبل ذلك يعكس المكانة الخاصة التي يحتلها البعد الأفريقي لدى جلالته. ويكفي دليلا على ذلك عشرات الزيارات الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة نصره الله لمختلف البلدان الشقيقة والصديقة في أفريقيا. ومن المؤكد أن هذه الأمور ليست نتيجة إرادة طارئة، بل هي استمرار طبيعي لتاريخ طويل من الانتماء المشترك لأمنا أفريقيا، انتماء مشترك صنعنا من خلاله تراثا مشتركا وهويات متداخلة، وكتبنا معا صفحات من التعاون والتآزر في أيام الشدة، خاصة أثناء الكفاح المشترك من أجل الاستقلال والحرية. هكذا عشنا حصتنا من المسيرة الأفريقية نحو التقدم وتحقيق الذات في عالم يصر على نسيان أن أفريقيا هي مهد البشرية، منها انطلق هذا الكائن الواعي ليكتب صفحات متباينة من تاريخ البشرية بباقي القارات. وإذا كانت للمغرب علاقة خاصة ببعده الهويات الأفريقي فلأن عمر كيانه الوطني ضارب في القدم، وعمر دولته في شكلها الحالي يمتد إلى أزيد من 12 قرناً. كانت أقوى الارتباطات خلالها تقوده لأفريقيا في قوافل تجارية لا تنتهي، قوافل لم تكن تتبادل منتوجات استهلاكية فقط، بل كانت كذلك تتبادل أبعاداً حضارية من فكر وفلسفة وعلوم وفنون. لكل هذا وللكثير من الأمور التي لا يتسع المجال للوقوف عندها، نعتبر أن تنظيم المغرب لهذا الملتقى الكروي الأهم فرصة لنجدد التزام المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى جانب أشقائنا الأفارقة للمضي نحو مستقبلنا المشترك في المجال الرياضي، ولكن كذلك في المجال التنموي الأعم والأشمل. حضرات السيدات والسادة، لقد حرصت المملكة المغربية على توفير كافة أسباب النجاح لهذا الملتقى القاري، سواء على مستوى البنى التحتية من ملاعب وفضاءات التدريب وكل اللوجستيك المصاحب لذلك، وكذا للجماهير
التي ستجد كل الدعم لمواكبة احتياجاتها حتى نجعل من هذه الدورة مناسبة للفرح وتثمين جسور المودة بين شبابنا وشعوبنا بصورة عامة. وإذ نسهر على إنجاز هذا الحلم الجميل فإننا نقوم بذلك موقنين أن نجاحنا جميعا كقارة سيكون مرحلة أولى ستتلوها مرحلة ثانية سيكون نجاحنا فيها نجاحا لإفريقيا كلها، وأقصد هنا تنظيم مونديال 2030. حضرات السيدات والسادة، لن أضيف جديدا إذا أعدت التأكيد على أن الرهان الأسمى لمنافساتنا الرياضية يجب أن ينصب على الانتصار لنظرة للحياة ملؤها التفاؤل والتآخي والتنافس البناء الذي لا يتناقض مع التعاون والاحترام المتبادل. بتعبير آخر، إننا هنا من أجل الدفاع عن قيم السمو الإنساني التي نسعى لتكريسها لدى شبابنا وأطفالنا، قيم كرة القدم التي تذكرنا دائما أن العالم ليس في حاجة للاصطدامات في فضاءات الصراع، بل في حاجة إلى منافسة على أرضيات تنتج الفرح والسعادة، أرضيات العشب الأخضر. أجدد لكم مرة أخرى حضرات السيدات والسادة شكري وترحيبي، وسنستمر جميعا إن شاء الله في بناء الحلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا السيد فوزي على كلمتكم الطيبة. وأنا شخصيا تمنيت لو يمضي الوقت المتبقي بسرعة البرق لنجد أنفسنا في يوم 21 دجنبر، وأعتقد أن الجميع هنا يشاركني هذا الشعور. صحيح، المغرب هذا البلد الرائع الغني بالثقافة والذي يحده المحيط الأطلسي العظيم والمياه الزرقاء للبحر الأبيض المتوسط بمناخه المعتدل ومدنه التاريخية وفن طبخه ذائع الصيت. نحن الآن